السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله معانا حاجة جديدة حلوة جدا وكلنا بنحبها. هي إيه؟ الفراخ المشوية. أي فراخ عندك أي كان نوعها، سواء صدور أو أجنحة أو وراك اللي يريحك. فطبعا بنقطعها حتت صغيرة جدا زي كده. دي الصدور اهي بالشكل ده، والأجنحة معانا بالشكل ده برضو بنقطعها حتت صغيرة. وبعد ما بنقطعها حتت صغيرة طبعا بنغسلها كويس جدا، وانتوا عارفين الغسيل بنغسله ازاي، بالخل والليمون وشوية من الملح. بعد ما احنا قطعناه وغسلناه كويس وشطفناه، بعد كده بنمسك طبعا التوابل بتاعتنا، واهم حاجة التوابل بتاعتنا. ايه هي التوابل بتاعتنا؟ حاطين طبعا بابريكا، وحاطين توم بودر وبصل بودر وملح وفلفل وكزبرة وصوص. طبعا عندك اي صوص عندك تحطيه، ومستردة بالاضافة ليه. عندك ما عندكيش مفيش مشاكل. بس وبعد كده طبعا شوية من الملح، شوية حلوين. ويا ريت عندك كمان كوباية من الزبادي. الزبادي ده بيديها طريان وطعم خطير جدا، وهتجربيها وهتشوفي طعمها عن ما بتعمليها عادي كده من غير زبادي. وبعد ما بتعمليهم كده، يا ريت كمان شوية من الخل، نص كوباية من الخل. نص كوباية من الخل كوباية شاي، أو لو انت ما بتحبيش الخل ممكن تبدليها بالليمون، مفيش أي مشاكل. وبعد ما عملتيها طبعا كده كويس جدا، بنقلبها. شوف قلبناها، نحط حبيت احط لكم بس الخلطه واوريها لكم الاول شكلها ازاي. ومعلقه من الصلصه مع البابريكا، ونقلبها جامد كده ببعض بنفس الشكل كده. ايوه، شايفه شكلها. دي بتاخد وقت تقريبا ما تقلش عن ساعتين تشيليها معاكي في فرن بوتاجاز. وبعد ما تتبل كويس كويس طبعا هنولع لها الفرن على حسب البوتاجاز بتاعتك، 180 او 200 على حسب راحتك. وطبعا البوتاجاز بتاعك بيشرب من الخلطة كويس جدا. وبعد كده هيبقى شكلها النهائي بالشكل ده. وبس نقول ايه، بالهنا والشفا. جربيها وهتعجبك جدا جدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.